السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة يوسف في حكاية جديدة، فيديو جديد كما العادة. إن شاء الله حكاية اليوم تعجبكم كما عجبتني أنا. ما نطولش عليكم. تقول يعني حكاية جيم، يعني كما قلت لكم من أروع الحكايات، لأنها فيها شجاعة وكفاح امرأة في مجتمع مخيف وما يرحمش الأرامل والمطلقات. لكن هذه المرأة عملت تحدي وقدرت تغير حياتها وتخلي كل واحد يزيد في احترامها، وقدرت تمنع ولادها إلى بر الأمان. تقول لجيم ترعرعت في أسرة متواضعة الحال لكنها كانت متحابة. كنا 3 بنات وزوز ذكورة، واحد توفى الله يرحمه، مات خويا صغير عمره 20 سنة بسبب مرض عضال عافاكم الله. لكن أمي وبابا كانوا ناس مؤمنين، صبروا على المصيبة واستمرت الحياة. كما قلت لكم كنت أنا الكبيرة في خواتاتي، تزوجت وعمري 21 سنة. كنت نقرأ السنة رابعة جامعي، كنت نقرأ حقوق، نظام كلاسيك تاع بكري. ما كملتش بحكم ما جبتش، ما حبيتش يعني نكمل بعد ما تعرفت على الزوج نتاعي، لأنه كان متغرب في فرنسا. جا خطبني وترجاني اني نطلع معاه لفرنسا بحكم كان يخدم تما وماهوش حاب يزيد يقعد تما وحده. بعد ما تعرفت عليه وحاب يزرب بالعرس، وانه شيء ما راح يعني يخصني، خصوصا انه عنده 7 سنوات في ديار الغربة. وافقت على طلب نتاعو بشرط انه يحاول يسوي وضعيته ويرجع يخدم في بلاده، لاني ما نحبش الغربة ونبقى بعيد عن مالية مدة طويلة. وافق على شرطي، وبالفعل بعد زواجي وبعد مرور 9 أشهر بالضبط، وبعد ما ولدت بصغيري الأول اللي كان ولد زوجي، قرر أننا نرجع للبلاد ويبقى يطلع هو فقط مرة أو مرتين في الشهر حتى يتم جميع الإجراءات، حالي تكمل تسوية عمله ويرجع هو تانا للبلاد. فرحت بزاف بهذا القرار. لميت حوايجي وسافرنا في 3. رجعنا للبلاد، كانت عندنا دار في العاصمة. وبعد مرور عامين زدت جبت ولدي الثاني. كان راجلي في هذا الوقت العمل نتاعو أصبح رسمي في الجزائر وما بقاش يطلع ويهبط، وهذا الأمر كان مفرحني تانا، لأنه كان كل ما كان يطلع يطول به يهبط، لكن كان يخلي لي مصروفي ومصروف ولده. لكن كما تعرفوا كنت وحدي، لكن كنت نخاف نروح لدارنا ونبقى يعني التم حتى يرجع. بعدها زدت حملت بطفلة، وكانت فرحتي بها بزاف كبيرة، لأنها كانت راح تكون أختي وأمي وكل شيء في حياتي. دخل ابني الكبير السنة الأولى والتاني الحضانة. كان يقرأ مليح، ذكي وعاقل بزاف. التاني كيف كيف. كل ما يكبر ولادي نحس بفرحة كبيرة، يعني حتى وصل ولدي الكبير السنة التاسعة نجح بمعدل كبير، وكانت فرحتنا كبيرة بزاف. كان راجلي يهدي لولاده كل ما ينجحوا هدايا ثمينة، يعني كان يحبهم بزاف. قررت اني ندير حفلة كبيرة بولدي ونفرح بيه ونعرض كل الاحباب والاهل والاصحاب. وبالفعل والمفاجأة زوجي كان جاب فرقة البارود، وبقوا يضربوا في البارود يعني برا بحد الصالة، والناس تشطح، وكانت حفلة كبيرة ما شاء الله. لكن كما يقولوا يا فرحة ما تمت، راجلي جات فيه رصاصة يعني عن طريق الخطأ للأسف. من كانت فرحة أصبحت في لحظة شرطة وحماية، إحساس ما تصوروش خياتي. ظلامت في عينيا كي قالوا لي راجلي ضربته رصاصة وداوه للمستشفى. يعني رحنا كامل للمستشفى، دخلوه الاستعجالات. خرج الطبيب من العملية وهو يتأسف لنا ويقول الرصاصة جات في بلاصة حساسة ما قدرناش نمنعوه، البقاء لله معاكم ربي.
يعني بكيت، وكنت بين اللي مصدق واللي ماهوش مصدق الحكاية. وتحولت الفرحة في لحظة إلى جنازة بعد مرور شهرين من هذه الحادثة المؤلمة. فقت من الحزن نتاعي وقررت اني نكون انا هي الام والاب لاولادي، اللي ما همش فاهمين واش اللي صرا. كل نظراتهم متجهة ليا، وكأنهم يقولوا لي انت هي امنا وانت بابانا. كنت نشوف في خزرتهم لي تفاؤل وكلها حب، واني انا اللي معمرت لهم الدار وخليتهم ما يحسوش بفقدان باباهم. وعلى هذا قررت اني نكون قوية في عينيهم، ونكون انا هي الاب والام في نفس الوقت. جمعت بين الحنانة نتاع الام وبين القوة نتاع الاب في اتخاذ القرارات والعقوبات. بعد مرور العدة تاع زوجي 4 أشهر و10 أيام، جمعت ولادي في 3. الكبير كان 15 سنة والمتوسط 13 سنة والبنت 12 سنة. يعني كانوا راح يفهموني كي راح نهدر معاهم. المرحلة اللي هما فيها الآن كانت صعبة جدا، لكن قررت اني راح نكون لهم الصديقة كذلك في نفس الوقت. قلت لهم جمعتكم اليوم باه نقول لكم ان حياتنا راهي تبدلت من اليوم وصاعدا. لازم تتعودوا انه راح نكونوا وحدنا، ولازم نكونوا يد واحدة بعد وفاة باباكم، ولازم نتعاونوا ونكونوا أسرة متحابة ومتفاهمة مع بعضها البعض. منحبش مشاكل، وأي واحد منكم عنده مشكلة سواء يعني مهما كانت أنا راني هنا نسمعه ونحل معاه مشكلته. المهم الصراحة بيناتنا، وعمرنا ما راح نخبي على بعضنا أسرار. قلت لهم متفاهمين؟ قالوا كامل رانا متفاهمين. كنت نخزر لعينيهم بكل قوة، لكن قلبي كان متدمر على جالهم. كانوا غايظيني بزاف ولادي، وخايفة عليهم كذلك. قررت اني نحميهم من كل شيء، نحوطهم بكل ما نقدر من قوة. كنت نخاف بزاف من الخلطة تاع برا. قررت اني نعمل حدود بينهم وبين الشارع، وحدود بينهم وبين اصدقائهم كذلك. كنت نتبعهم مع المعلمين، كنت نتبعهم حتى مع من يلعبوا. كنت نبعدهم على كل واحد ما يعجبنيش ولا يحاول انه يعلمهم ولو كلمة ما هيش مليحة ولا تصرف غير طبيعي. الحمد لله كانوا ما يحتاجوش اي شيء، بحكم انه باباهم كان موفر لهم كل وسائل التكنولوجيا، يعني انهم يركزوا فقط على دراستهم. اقرا ولادي الحمد لله كنت ديما نحثهم على الصلاة، لانها راح تحميهم وتبعدهم على كل الفواحش. كنت نوضهم للفجر، وبنتي كانت تنوض معايا حتى قيام الليل، وانا ندعي لهم بالصلاح وانه ربي بعد عليهم ولاد الحرام. وكنت ديما ندعي ربي ونقول راهم في ذمتك، اللهم اني استودعك ابنائي يا رب العالمين. ومع الدعاء ديما نحس في انه ربي سبحانه معايا ومع ولادي، وقريب يجيب دعوة الداعي اذا دعاه. ولدي الكبير كان يقرا مليح ما شاء الله، قرر انه يكمل الدراسة نتاعو في الخارج. عاونته بحكم اني يعني عندي ذهب بعته على جاله، وقررت انه يكمل دراسته في الخارج. ولدي الوسطاني كذلك نجح في دراسته كذلك، والآن هو طبيب عيون والحمد لله. بنتي العزيزة الغالية كذلك كملت قرايتها، وهي الآن تخدم وتزوجت وعندها 2 أولاد أنا اللي حكمتهم لها، ويعني متونسة بوليداتها. وهي تقول لي ماما نحبك تربي لي ولادي كما ربيتينا احنا. وهكذا وبعد ما عمل يعني كملت رسالتي مع أولادي، نظن أني نجحت في أداء الرسالة والحمد لله. نتمنى من كل أرملة وكل مطلقة، هذه رسالة ليهم كذلك، أنها تقف بعد غياب الأب على أولادها. راح تتعب صح في البداية، لكن أكيد أنها راح تجني ثمرة تعبها، وتنسى كل اللي فات كي تشوفهم صالحين وناجحين في حياتهم.
راح تنسى كل مشكلة صادفتها في حياتها، كل تعب وكل مرض وكل مشاكل لها حل مدامك واقفة ويعني تحسي أولادك أنك قادرة، تحسيهم أنك قادرة ومكيش ضعيفة، لأنهم كيما يشوفوك ضعيفة راح أكيد يستضعفوك ويستغلوا ضعفك. لكن إذا شافوك قوية راح أكيد يسندوا عليك ويخافوا منك ومن ومش راح يخافوا من المجتمع، ولا راح يفكروا مجرد تفكير انهم وحدهم. وباباهم ماهوش معاهم، كنت ديما نذكرهم بباباهم انه ديما موجود في وسطهم. كل غلطة يديروها نقول لهم باباكم كان جمعانا راح يعمل لك هكذا وكذا وكذا. كنت نقول باباكم ما يحبش هكذا، ولا انا كذلك نحب انك تعمل هكذا. اي تصرف ما كانش يعجبني كنت ديما نذكر باباهم في الكلام نتاعي. كنت نقول باباك يفرح بيك، كان جمعانا باباك اكيد انه فرحان وانت تنجح او تنجحي. فرحوا باباكم بنجاحكم وبصلاحكم، وادعوا له ربي سبحانه انه يكون في اعلى المراتب في الجنة، لانه هذا راح يخليه في اعلى المراتب باذن الله. باباكم كان ناجح، انتم كذلك لازم تكونوا ناجحين في حياتكم. باباكم مات في فرحة نجاح وعلى هذا هو راح وهو فرحان. ما لازمش انكم تغيروا له فرحته ولا تحزنوها عليكم. بقاو ديما مفرحينه في تربته، وهو اكيد راهو فرحان بيكم. هذه هي حكاية جيم حبوباتي، نتمنى انها عجبتكم كما عجبتني. انا اختصرتها قدر المستطاع لانه كفاح الدنيا وكفاح سنوات ما نقدرش نجسده كامل في بضعة اشهر اسطر. لكن ان شاء الله نكون لميت باحداث الحكاية اللي حكيتها لي قدر المستطاع. وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله تكون حكاية جيم عجبتكم وتكون عبرة لكل الأرامل والمطلقات، رسالة رائعة كلها كفاح وكلها شجاعة. في الأخير نتمنى لمشاركتش بالقناة تشترك وتفعل الجرس ليصلها كل جديد. اللي حابة تحكي حكايتها تتواصل معي على صفحة الفيسبوك، مرحبا بها. ما بقى لي غير نقول لكم حبوباتي تهلاو في رواحكم، في امان الله وحفظه، مع السلامه.